هو أنتِ فاكرة إن خنقة جوزِك من قلة الفلوس حاجة عادية؟ فاكرة إن لما تقوليله اتصرف دي كلمة عادية؟ طب عمرك سألتي نفسك الكلمة دي بتكسره إزاي من جوه؟ بتخليه يحس بإيه وهو شايف الست اللي بيجري طول عمره عشانها شايفاه فاشل؟ تخيلي الراجل وهو خارج من البيت كل يوم، مش خارج يشتغل بس، خارج يحارب، بيحارب أرقام في دماغه، بيحارب التزامات بتكبر، بيحارب خوفه من اللحظة اللي ابنه يطلب فيها حاجة وهو مش عارف يجيبها، بيحارب رعبه من نظرتك ليه لو حسيتي إنه قصر. والوجع الحقيقي إن كل ده بيخبيه بسكوت، بعصبية، ببرود. عارفة يعني إيه راجل يحس إنه واقف في بيته بس مش قادر يحميه؟ يعني إيه يبقى قاعد معاكي سمعك بتتكلم عن احتياجات البيت وهو دماغه بتصرخ أجيب منين؟ أعمل إيه؟ أروح لمين؟ يعني إيه يبقى نايم جنبك وسقف الأوضة تقيل على صدره من التفكير؟ يعني إيه يبقى شايف نفسه بيجري بأقصى سرعته وبرضه متأخر؟ أنتِ ممكن تشوفيه ساكت، بارد، متوتر، عصبي، بس عمرك ما حسيتي إحساس الراجل وهو شايف نفسه بيخسر صورته قدام نفسه قبل أي حد، وهو بيحس إنه مهما حاول مش كفاية، وإنه واقف بيتفرج على أحلام بيته وهي بتتأجل واحدة واحدة، وهو مش قادر يعمل حاجة غير إنه يكمل جري. جري مرعب، جري وهو عارف إنه ممكن يقع في أي لحظة، بس ما ينفعش يقع عشان وراه بيت، وراه عيال، وراه زوجة المفروض تكون ظهره مش ضغط زيادة عليه. وخلي بالك، الراجل لما يحس إن تعبه مش متشاف وإن محاولاته بتتقيم بس بالنتيجة، ساعتها مش بيتكسر مرة واحدة، ده بيتكسر حتة حتة لحد ما يفضل واقف قدامك بجسمه لكن جواه يكون واقع خلاص. والسؤال بقى، لما الراجل يقع من جوه تفتكري مين يقدر يقومه تاني؟ ولا ساعتها بتكوني انتي أول حد ساهم في كسره وانتي مش واخدة بالك؟ قوليلي بصراحة، كم مرة حكمتي عليه من غير ما تسألي هو شايل ايه جواه؟